أهلا بكم في قناة جمال رمضان. النهاردة الحلقة رقم 6 في كورس ال HTML للمبتدئين، وتعالوا نبدأ مع بعض. في حلقة النهاردة عندنا تاسك كده بيجمع ما بين الهيدنج والباراجراف، عشان الموضوع بالنسبة لنا يبقى تراكمي وبنراجع على القديم وفي نفس الوقت بننفذ على التاسك بتاع الجديد. طيب، في الصورة اللي قدام مني أنا عندي مجموعة من العناوين. فلو جينا هنا هنلاقي إن عندنا هنا جميل رمضان ده هو ال H1، وبعد كده عندي هنا الفقرة النصية، بعد كده عندي ال Personal Information. ال Personal Information مش نفس الفون سايز بالنسبة للتايتل اللي قبل منها أو الهيدنج اللي قبل منها، فأنا الجزء اللي عندي ده هو أصغر، فبالنسبة لي ده هو ال H2. تمام، بعد كده عندي 3 فقرات نصية، وبعد كده عندي الكارير اوبجكتيف. طيب الكارير اوبجكتيف لو جيت اقارن بينه وبين البيرسونال انفورميشن هلاقي ان هو فعلا اصغر منه برضو، فهنا هلاقي ان ده برضو بالنسبة لي ال H3. بعد كده عندي الفقرة النصية بتاعته، بعد كده عندي الإديوكيشن واضح جدا ان هو اصغر فده ال H4. بعد كده عندي الفقرة النصية، وبعد كده عندي السكيلز ده هو ال H ال H5. وبعد كده عندي الفقرة النصية بتاعته، بعد كده عندي الاكسبيرينس آخر حاجة اللي هي ال H6، وبعد كده عندي الفقرة النصية بتاعتها. طيب تعالوا نعمل كده الفايل بتاعنا ونبدأ إن احنا نشتغل على البروجكت ده. فأنا هاجي هنا هسمي مثلا ده task 2.html. هاجي هنا هبدأ إن أنا أعمل السينتاكس بتاعت ال HTML، وهبدأ إن أنا أنفذ على أول حاجة عندي وهي الاسم في ال H1. فأنا جيت هنا عملت جميع رمضان جيت هنا عملت جميع رمضان، وبعد كده عندي الباراجراف جونيور ويب ديفلوبر. فأنا هاجي هنا وأعمل الفقرة النصية بتاعته جونيور ويب ديفلوبر بالشكل ده، وهعمل الأوبن ويز لايف سيرفر عشان أبدأ إن أنا أشوف الشكل اللي عندي. طيب لقيت ان انا عملت ال H1 وبعد كده عملت الجونيور ويب ديفلوبر اللي هي الباراجراف بتاعت ال H1 دي. طيب هاجي على الجزء اللي بعد كده الاقي عندي العنوان التاني البيرسونال انفورميشن، فانا هاجي هنا وابدا ان انا اعمل ال H2. عندي هنا بيرسونال انفورميشن. طيب في البيرسونال انفورميشن انا عندي كام باراجراف؟ عندي 3 باراجراف، الادرس والايميل والفون. فهبدا هنا ان انا اعمل باراجراف واكتب هنا الادرس، وهنا كايرو ايجيبت. طيب عندي باراجراف تاني اللي فيه الايميل. هنا الايميل بالنسبه لي هيبقى جمال@gmail.com. وبعد كده عندي باراجراف تالت في الرقم. هنا هكتب الفون بالشكل ده، وهنا هبدأ إن أنا أكتب الرقم هنا +20. طيب هنا أنا بدأت إن أنا خلصت الجزء ده خلاص، فهاجي هنا أشوف الموقع بتاعي وصل لإيه. هلاقي إن أنا نفذت على ال H2 والتلاتة باراجراف. طيب الجزئية اللي بعد كده تعالوا نرجع للصورة تاني. هلاقي عندي الكارير اوبجيكتيف، وبعد كده عندي الباراجراف بتاعته. طيب هبدأ إن أنا أعمل إيه؟ هبدأ إن أنا أعمل ال H3. وبعد كده هعمل الباراجراف بتاعته to work as a web developer. هنا هكتب to work as a web developer. حلو جدا.
طيب هرجع كده اشوف الشكل عندي، هلاقي ان انا عملت هنا ال H3 والدنيا تمام، والباراجراف بتاعتها الدنيا تمام عندي ومفيش اي مشكلة. طيب هرجع تاني للصورة اللي عندي العنوان اللي بعد منه ال Education ومكتوب بعد منها الباراجراف. طيب فهرجع هنا اعمل ال H4، هنا هكتب فيها ال Education وهشوف الباراجراف بتاعتها Bachelor's Degree. وهبدأ أكتب التخصص بتاعي مثلا مكان النقط دي. طيب لو رجعت كده هلاقي إن أنا عندي أهو ال Education، عندي Bachelor's Degree، هلاقي عندي هنا ال Education وهلاقي عندي هنا Bachelor's Degree إن، وهكتب التخصص بتاعي. هرجع تاني للسكيلز، العنوان بتاعي وال HTML هو الباراجراف، فهبدأ إن أنا أرجع هنا أعمل ال H5 السكيلز، وبعد كده عندي باراجراف HTML. طيب آخر حاجة عندي هلاقي عندي الإكسبيرينس وعندي الباراجراف. أرجع هنا أعمل ال H6 وهلاقي عندي experience، وبعد كده عندي الباراجراف. خلينا نرجع كده internship at XYZ company. تمام، هكتب هنا internship in XYZ company، التدريب اللي اتدربت عليه في الشركات. لو رجعت هنا هلاقي ان الجزء اللي عندي هنا هو نفس اللي موجود في الصورة. يعني لو جيت هنا وعملت شو بريفيو وقارنت هنا بالصورة، هلاقي ان الاتنين نفس الحاجة اللي موجودة عندي، نفس الديزاين اللي احنا عايزين نمشي عليه. هسيب لكم لينك التاسك في اول كومنت عشان نقدر ان احنا نشوف التاسك. لو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. استناني في الفيديو الجاي ان شاء الله مع درس جديد في ال HTML.